ماشي. هرجع انا بقى تاني للدوري الاسباني. لا كده صعب يعني. لا انا هرجع تاني. طب في حد لا غير لا كله لا. اسباني؟ خلاص على فكره ده ممكن نسميه بابا الاندر ريتد. خلاص انا هفضل في الدوري الاسباني. هروح لنافاس بقى بعد ما دياجو لوبيز مشي. بجد اتفضل. ماشي. لا نافاس هو اللي خد مكان دياجو لوبيز، يعني هو دياجو لوبيز مشي في 2014، نافاس هو اللي جه مكانه. بياكل فاكول اندر ريتد او حاجه يعني اهم. بالظبط. او اصلا نافاس اصلا ما كانش جاي ان هو يبقى حارس اساسي في ريال مدريد طبعا كده كده، يعني هو جه على كاسياس هو اللي لعب اول سنه فيه وهو كان موجود في مدريد. قعد دكه اول سنه، ولما كاسياس مشي طبعا القصه الشهيره بتاعت دخيا ان كاسياس مشي فاحنا عايزين دخيا، وراحوا فاوضوا اليونايتد عشان دخيا، وخلاص نافاس قال انا همشي لان انا ما جاش في كده. اخر دقيقه بالظبط. سبب رئيسي من البطولات اللي خدتها ريال مدريد في الفتره دي كلها. رئيسي مش سبب عادي. دي حقيقه انا معاك. يعني مش هقول لك النسبه بتتوزع على 11 لعيب، لا نافاس ليه حصه من النجاح ده والباقي اللعيبه ليه حصه. نافاس انا فاكر يعني انا ما حضرتش ماتشات، بس انا نافاس بيجي في دماغي على طول ماتش بتاع بايرن ميونخ في اسبانيا. بايرن طبعا ده ماتش يعني لو هو كان قاصد يعمل اللي هو كان عايز يعمله ما كانش هيعرف. يعني هو لو نازل متمرن على الحاجات اللي هو عملها هو ما كانش هيعرف يعملها. يا اخي ده عقد المتفرجين اللي حقيقة. هو ما تخش بقى. دي حقيقة. انا ما شجعش حد بس ما تخش بقى. فلا نافاس كان لازم يبقى موجود لان هو فعلا اندر ريتد. بعد ما ساب ريال مدريد اتظلم كتير. لا هو ما اتظلمش، بس هو لا اتظلم. كان في الاول مظلوم، بس يعني خلاص هو خد حقه في ريال مدريد. لا معلش انا بالمستوى ده انا كان يدي 3-4 سنين كمان جابوا كورتوا عليه. بالظبط. وهو كان الحارس الاساسي لكوستاريكا، واخد احسن حارس في الكونكاكاف سنتين، واخد احسن حارس، واخد احسن لعيب اصلا في بطوله الكونكاكاف في 2018. ايوه هو جامد. فلا هو كان جامد يعني.